اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا قبل كده على نسخ مختلفه من سوبرمان. النهارده هنتكلم على نسخه جديده وهو سوبرمان فالزود. ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. فالزود هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر مارس سنه 2014. الكلام ده كان في العدد رقم 19 من سلسله الكوميكس ايرث 2 على ايد الكاتب توم تايلور. هو من ايرث 2 في النيو 52 مالتيفيرس من كوكب كريبتون. ابوه وامه كانوا اتعدموا. بيتعرف على كارا زوريل اللي ابوها وامها كانوا ماتوا. بيبقوا اصحاب هما الاتنين ومعاهم كال ال وواحد رابع. جور ال بيهربهم بره الكوكب قبل انفجاره بلحظات. كل واحد فيهم بيكون في كبسولة. وهو في طريقه لكوكب الأرض بيلاقي المعرفة المسجلة بتاعت أبوه وأمه وبيكتشف إن العنف هو أسوأ طريقة لحل المشاكل. بيقرر إن هو يبقى مسالم مناهض للحرب والعنف. بيوصل كوكب الأرض بيقابل واحد اسمه تيري سلون. ده يبقى أذكى واحد في كوكب الأرض، عضو في فريق اسمه واندرز أوف ذا وورلد. ده فريق سوبر هيروز متكون من 8 أعضاء، من ضمنهم باتمان، سوبرمان، وندر وومن. تيري ستون بيعرض عليه مساعدته، بيعزله عن العالم الخارجي. بيستغله من غير ما يعرف ان هو يساعده باستخدام الفاير بيتس في تدمير 4 دول بالكامل وقتل 100 مليون واحد من اللي كان متسيطر عليهم عقليا من قبل دارك سايد وجيوشه. فريق الواندرز اغلبهم بيموت. دارك سايد بيعمل مستنسخ من سوبرمان وبيملاه بذكرياته. الناس بتشوف ان ده سوبرمان الحقيقي. هو ابتدى يهاجم الجميع من اجل دارك سايد. فريق الواندرز الجديد عرفوا ان تيري سلوم مخبي كائن فضائي، بيقرروا ان هم يحرروه عشان يساعدهم في المشكله بتاعه سوبرمان. بيعرفوا ان هو كريبتوني. بيحرروا فالزوت اللي بيجيله بانيك اتاك عشان دي اول مره يخرج بره العزله اللي هو فيها. وبيعرف ان هو عنده خوف من المساحات المفتوحه. بتيجي ريد تورنيدو اللي هي لويس لين بتهديه، بتقول له انت ممكن تنقذ الجميع. بتساعده في التغلب على خوفه وبتساعده على التأقلم مع قدراته اللي عمالة تظهر تحت أشعة الشمس الصفراء. المستنسخ بيعرف إن في كريبتوني تاني في كوكب الأرض، بيقرر إن هو يهاجمه. فالزود بيقرر إن هو يكون مسالم مش بيشارك في المعركة. ريد أرو بيموت. بيجي باتمان اللي هو توماس وين بيلومه، بيقول له عاجبك اللي حصل؟ زميلنا مات بسببك. خلي المثالية اللي انت فيها دي تنفعك. بعد كده بنشوف ان جيمي اولسون بيقول له هو انت مخبي ايه تحت الزونت بتاعك؟ بيقلعه وبيطلع ان هو لابس بدله وعليها شعار هاوس اوف ال، تكريما ليهم عشان انقذوه. بعد كده بيقرر ان هو يخلي المستنسخ يقف عند حده. بيروح يكلمه، يقول له احترم الرمز اللي على صدرك. المستنسخ بيحاول يديله بالبوكس. هو بيصد البوكس وبيلاقي ان في تشققات حصلت في ايده. بيقول له سوبرمان مالك؟ بتيجي ريد تورنيدو تقول له ده مش سوبرمان وبتحوله غبار. بيقرر هو والفريق ان هم ينقذوا العالم من قوات ابوكاليبس. بيقابلوا هيلينا وين وكارا زور-ال اللي كانوا غايبين عن ايرث 2 بقالهم 5 سنين وكانوا في برايم ايرث. بيتحدوا مع بعض. بعد كده بيقابلوا فيوري الحرب اللي شغال عند دارك سايد، اخر نجايه من كوكب تامرون. بنشوف انها بتتلاعب عقليا بعقل البنات الموجودين في الفريق اللي هي لويس وهيلينا وكارا. بتخليهم يهاجموا الاتنين الرجاله اللي معاهم اللي هو باتمان توماس وين، سوبرمان فالزود. بس لويس لين بتعمل ريبوت لعقلها وبتحرر البنات من السيطره العقليه. بعد كده الفريق بيسمع نداء استغاثه جاي من معمل. بيقرروا ان هم يروحوا يشوفوا فيه ايه اللي حصل. بيطلع ان المعمل ده تمت مهاجمته من قبل كائنات متحوله. في فيروس اتحرر ممكن يلوث العالم. في عالمه هناك بتقول لكارا وفالزود ان هم محتاجين يطيروا باقصى سرعه في اتجاهين عكس بعض ويتصادموا. هيحصل نفس التأثير بتاع قنبلة نيترونية وهيتشال التهديد والعالم هيتم انقاذه. بالفعل ده اللي بيحصل. بعد كده بينزلوا في فاير بيت، بيلاقوا مستنسخين كتير لسوبرمان. دي ساد مساعد دارك سايد بيخطف هيلينا. توماس وين بيقرر ان هو يروح وراها ينقذها عشان دي حفيدته، بس هو ضعيف وكبير في السن فبياخد منشط اسمه ميراكلو بيخليه مجنون وخطر على نفسه وعلى الاخرين. فالزود بيدمر المنشط ده. توماس وين بيتجنن بيزقه على حاويات زجاجيه بتنكسر، بيخرج منها مستنسخين بيهاجموهم. بتحصل معركه والفريق بينتصر. بعد كده بيكتشفوا ان سوبرمان الحقيقي لسه عايش بس ما عندوش قدرات. هيلينا بعد كده بتهاجمهم اللي بتبقى فيوري. كورا بتكلمها وتقول لها قومي انت مش كده وبتفشل. هيلينا بتهرب. بعد كده ديساد بيطلق عليهم افاتار الحياه الحيوانيه اللي مسيطر عليها ومخليها تعمل له باراديمونز. سوبرمان بعد كده بيقرر ان هو يستغل دمه ويدمر الباراديمونز ويضحي بنفسه ويحرر الافاتار. الفاير بيت بتنهار، الباراديمونز بيموتوا، هم بيهربوا من المكان ده. بعد كده بيدفنوا سوبرمان. فالزود بيقابل للمره التانية فيوري الحرب، بيخلي الخلايا بتاعتها يحصل لها اوفرلود من كتر الاشعاع وبتفقد قدراتها. وبيحرروا هيلينا من سيطرة ديساد عليها. دارك سايد بعد كده نفسه بيجي بيبهدل الأبطال وبيفشلوا في الحفاظ على كوكب الأرض، هو خلاص هيتدمر. في قلة قليلة بتهرب من الكوكب على متن 12 سفينة فضاء. ريد أرو أوليفر كوين بيبقى معاه كودكس في الدي ان ايه بتاعت الكوكب وتاريخه كل الحيوانات والنباتات، وبيدوروا على كوكب يبتدوا فيه من الأول. بيلاقوا كوكب بالفعل مطابق تماما لكوكب الأرض بس ليه شمسين
واحدة حمراء والتانية صفراء. فالزود بعد كده بيرتبط بكارا بس بينفصلوا لما بتعرف دوره في مساعدة تيري سلون في موضوع الفاير بيتس وان هو سبب في موت سوبرمان. بعد كده بنشوف في ريبيرث واحد اسمه ذا بروفيسي بيخطفه هو وسوبرمان مختلفين من جميع انحاء المالتيفيرس عشان يسرق قدراتهم، وبنشوف جاستس انكارنت بتحرره. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته هو عنده كل القدرات التقليديه بتاعه سوبرمان، بالاضافه لده هو شديد العبقريه. كان اتقال سنه 2021 ان هيتعمل له مسلسل ليميتد سيريس على قناه اتش بي او ماكس من بطوله وانتاج مايكل بي جوردن، بس مفيش اي اخبار من وقتها، وخصوصا بعد انتهاء عالم الدي سي اي يو وبدايه عالم الدي سي يو بتاع جيمس جن اللي لسه مش واضح المعالم. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على اغلب حضور فالزود في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، ولو الاشاعات صحيحه وهيتعمل له مسلسل انت هتبقى متشوق انك تشوفه ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.